اخيرا تسلا بتسلم اول سيمي تراك ليها بعد 5 سنين من ظهورها في المره الاولى في 2017، وده بيرجعنا للتصريحات الكوميديه اللي قالها ايلون ماسك في الحفل الاطلاق بتاع العربيه دي، التصريحات اللي ما كانش ليها اي علاقه بالواقع. والحقيقه ان مش ايلون ماسك بس اللي بيكذب لما بيتكلم عن عربيات. انا طارق عبد الله من الموتير بالعربي، يلا بينا. الموضوع كله بدأ من يومين لما طلعت تقارير رسمية بتقول إن العربية التويوتا الكهربائية اللي اسمها BZX4 قدرت يا دوب تقطع أقل من نص المسافة الرسمية أو مدى السير بتاعها اللي أعلنت عنه تويوتا بشكل رسمي. تويوتا كانت قالت إن العربية تقدر تمشي 504 كيلومتر بالشحنة الواحدة، والتقارير الرسمية لقت إن الشحنة الواحدة بتمشي العربية يا دوبك 246 كيلومتر، ده حوالي 49% بس من المسافة الرسمية. والحقيقة إن دي مش أول مرة شركة عربيات تقول تصريحات عنترية أكبر من قدراتها. يعني عندك ايلون ماسك مثلا مالك الموضوع ده. ايلون ماسك قال ان العربيه التريلا الكبيره السيمي تراك معامل الانسيابيه بتاعها احسن من العربيه البوجاتي شيرون اللي هي اسرع عربيه في كوكب الارض، اللي تقريبا سرعتها 500 كيلو متر في الساعه. انت اخد بالك من الفروقات؟ عربيه نقل كامله معامل الانسيابيه بتاعها احسن من اسرع عربيه في كوكب الارض. اديني عقلك. المشكله كلها ان صعب جدا حد يقيس معامل انسيابيه هواء لشاحنه بشكل منفصل يعني علشان يتاكد كلام ايلون ماسك صح ولا لا. يا عم سيبك من دي خالص. عندك مثلا السايبر تراك اللي هي العربيه المضلعه من كل حته دي. العربيه دي مثلا ايلون ماسك كان قايل ان الازاز بتاعها مقاوم للكسر، لكن لما اختبر الموضوع دوت لايف هوب الازاز اتكسر. الازاز اتكسر من حته كوره حديد، مش في حادثه مثلا او في حاجه، مش في اختبار جامد يعني، لا كوره حدفها عليها الموضوع انتهى. المهم قال لك ايه، طب تعال نجرب يا جماعه كده في ازاز تاني يمكن المشكله في الباب ده، فجرب في باب تاني خمن بقى اللي حصل، اتكسر برضه. فالشاهد ان مهما كانت الشركه اللي قدامك كبيره وعريقه وقديمه، مش بعيد خالص ان هم يقولوا تصريحات عنتريه اكبر من قدراتهم، ومش بعيد خالص ان هم يغلطوا على فكره. المشكله فين بقى؟ ان على الجنب الثاني في شركات مثلا زي بورش بتكذب وبتغلط برضه بس في الاتجاه المضاد. يعني ايه بقى؟ يعني تقول لك مثلا العربيه ديت سرعتها مثلا القصوى 300 كيلو متر في الساعه، تيجي تجرب بشكل فعلي تجيب 350. او مثلا تقول لك العربيه ديت من 0 ل 100 مثلا في 5 ثواني، تجرب بشكل رسمي تلاقيها من 0 ل 100 في 4.5 ثانيه، ونص ثانيه رقم يحترم جدا، رقم مش سهل ان انت تنجزه. ففي الحالتين الموضوع ملعبك ومعقرب. اهم حاجه بقى في القصه دي كلها ايه؟ ان اقل من 50% من الناس اللي بتتفرج علينا مشتركه على القناه. يا جدعان انتوا بتهزروا؟ الفولو هو طريقه الدعم الوحيده اللي احنا بنقدر نصرف بيها على البرنامج ونكمل ونعلي الجوده ونغير الكاميرا ونجيب معدات جامده وبتاع. فاعمل لنا فولو لو انت على اليوتيوب، اعمل لنا سبسكرايب، ولو انت على فيسبوك اعمل لنا فولو. وانا طارق عبد الله ودي المواتير بالعربي. السلام عليكم.